السلام عليكم. الزمالك يخسر نهائي السوبر المصري 2-0 من النادي الاهلي. مبروك طبعا النادي الاهلي، مبروك جماهير النادي الاهلي. حققوا الفوز عن جدارة واستحقاق على مجهودهم طول الماتش الصراحه. آه، ويمكن الزمالك هو اللي ساعد الاهلي ان هو يعمل الاداء الكويس ده. الاهلي عمل اداء كويس جدا جدا من الناحيه الهجوميه، ومن الناحيه الدفاعيه برضه كان نسبيا كويس طبعا. وانا مش طالع النهارده عشان اتكلم بقى في فنيات، اتكلم بقى في القصه بتاعت اصل احنا لعبنا بطريقه شلح رجبي، هم لعبوا بطريقه تعالى على حجري. والله اصل الزمالك كان المفروض يبدا بخوان 2000 وعدي دباغ سيف الدين الجزيري، وانت نزلت بعمرو ناصر. عمرو ناصر ضيع كوره ما اداش، شوكو بنزا ضيع كوره حاول فيها بس اللي انا مش موفق لما ضيع كوره قبلها. طب ما انت كان ممكن تبدا وكان ممكن تعمل. ولما سيف الجزيري مثلا جاب جون، اي نعم الجون اصلا لمسه يد بس اوكي تمام، هو جاب جون ويعني اثبت ان في خطوره. وكل الكلام الجميل اللذيذ الممتع ده انا مش طالع اتكلم فيه لان اكيد في ناس كتير قوي قوي هتتكلم فيه. ولكن انت في اول السيزون جبت لي 10 صفقات، قلت لي والله ان الصفقات دي على قد فلوسي وهي صفقات كويسه، وبالفعل يعني احمد شريف، عمرو ناصر، شيكو بنزا، كان مين تاني؟ كان في احمد ربيع، كان في لعيبه كتير اللي هو اخوان 2000 طبعا، و لعيبه كتيره جدا جدا. يعني ما ازاي جاب لعيبه حوالي 10 صفقات تقريبا. والولا الكيني اللي انت جبته ما لعبتوش ماتش. انا عايز افهم نقطه بعد اذنكم بقى يا جماعه، احنا عندنا لعيب باك يمين كيني نزل في ماتش ديكار الصومالي ولا الجنوب افريقيا، مش عارف ديكار الايه ده. نزل هو في الماتش ده، عمل اداء كويس في العشر دقايق اللي لعبهم. يعني هو كان نازل الولع صغنطت كده وصفيف وبتاع، نزل هو جبهته طبعا مع اخوان 2000، كانت جابها بنت لذينه بنت لذينه جامده يعني. والولع واضح ان هو كويس. امبارح وانا بتابع الفيديو بتاع التمرين اللي كان نازل على مش عارف صفحه ابو ظبي تقريبا، الولع باين عليه ان هو عنده حاجه يعملها يعني. طب حضرتك ليه اصلا ما بتلعبوش؟ ما اعرفش مبدئيا. طيب، بعد ماتش النادي الاهلي اللي هو الاولاني، انا طلعت اول فيديو نزله على القناه قلت يا جماعه بعد اذنكم، بعد اذنكم يا ريت، وكل الجماهير الزملكاويه وكل المؤثرين في السوشيال ميديا الزملكاويه واي حد زملكاوي معدي من قدام باب العماره قال لك يا ريت نمشي المدير الفني ده ونجيب مدير فني جديد، لان احنا لسه داخلين على كاس سوبر وداخلين على ماتشات في الدوري مهمه، فلازم نركز عشان نجمع نقط ونخش السوبر بمدرب كويس وفكر كويس. وكان عندك وقتها توقف دولي، ولكن حضرتك من شهرين انا قاعد ايه توقفين دوليين حضرتك قلت لا، ده احنا هنعمل وهنخلي وهنسوي وهنستنى وهنصبر، واصل المشروع واصل المعبوس واصل مش عارف ايه واصل لندن ايه. طب كلام جميل، مشروع. طب جيت حضرتك فجأة رحت مشيت لي مدير الفن اللي هو السباك اللي كان عندنا، وجالنا كابتن احمد عبد الرؤوف عمل ماتش كويس جدا قدام طلائع الجيش. كان ليه اخطاء لكن هو لا يحسب على اي حاجه، ان هو بس الفرقه ميته بدنيا ميته نفسيا، ما فيش فلوس ماديه ما فيش اي حاجه. وهنيجي النقطه الإجابة دي في الاخر. انا غالبا هعيد نفس الكلام اللي انا قلته في الجنب ده يعني. تمام. فبناء عليه حضرتك جبت كابتن احمد عبد الرؤوف. الراجل هل يلام على البطوله؟ اصلا لا يلام ولا اللعيبه تلام. تمام. انا لا هقدر الوم اللعيبه ولا هقدر الوم المدير الفني الا في بعض النقط الفنيه، وبرده مش هديله اللوم الكامل لان هو برده لسه مدرب شاب صغير. انا مش عايز احرقه، مش عايز انهي مسيرته. يمكن يكون في المستقبل له يعني له مستقبل كويس ان شاء الله. نتمنى يعني يكون في مدربين مصريين متعلمين وشاطرين وعارفين. طب كابتن احمد عبد الرؤوف في ماتش بيراميدز عمل جيم دفاعي كويس جدا على بيراميدز، منع بيراميدز من ان هو يتقدم وكان له فرص كمان على بيراميدز. قفل جبهه الشيبي، عمل الكلام الجميل ده كله، وقدر ان هو يكسب ضربات جزاء بستر ربنا وبدعاء الوالدين
وما كناش نستحق اصلا ان احنا نكسب بيراميدز، ولا كان بيراميدز اصلا يستحق يكسبنا، لكن الحمد لله احنا كسبنا وصعدنا. مين اللي جاب الجون اللي خلانا نصعد اصلا للفاينل في ضربات الجزاء؟ كان سيف الدين الجزيري. تمام. طيب سيف الدين الجزيري اللي كان مكن المدرب السباك اللي حضراتكم قلتوا ان انتوا عايزين تقعدوه تديله فرصه عشان ده مدرب مشروع. تمام. طيب ماذا بعد بقى؟ حاليا انت رحت لعبت الاهلي عمل عليك ماتش كويس، حط عليك، كسبك، شكرا. يستحق الاهلي الفوز، يستحق الزمالك الخساره. وانا من ضمن الحاجات اللي يمكن مهدياني شويه ان انا مؤخرا بقيت بتعامل مع الكوره على انه والله كسبوا قسموهم عادي، مش هيفرقوا معايا في اي حاجه يعني. بس يعني مش كده، يعني عارف انت مش بالشكل ده. تمام. بس الحمد لله على كل حال. هل بقى الاداره الموقره بكره هتعمل ايه؟ يعني انا عايز افهم نقطه بس. حضرتك ماشي يا نيك ياما بقالك غالبا اسبوعين او 3 اسابيع، حاجه اسبوعين يا سيدي، بقالك اسبوعين ممشي الراجل المدير الفني اللي كان عندك. هل حضرتك عندك خطه تانية؟ او هل حضرتك عندك كنت داخل على توقف دولي وبعدها داخل على ماتش سموحه في ماتشين كونفدراليه، وبعدين داخل على توقف دولي طويل جدا 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 هتروح تلعب فيه كاس وكاس عرب؟ تمام. وبعدين هترجع منه هتلعب بقى ماتشات في الدوري على ماتشات كونفدراليه. هتبدا الموسم بتاعك بالظبط من شهر يناير. 25 يناير هتبدا الموسم بتاع حضرتك. 25 يناير هتبدا الموسم بتاع حضرتك. تمام. اللي هو غالبا ماتشين كونفدراليه وماتش دوري وقصه كده وبتاع. انت عندك كده كان ماتش سموحه تقريبا، او مش عارف ماتش ايه، عندك جاي لك اخر الشهر اللي احنا فيه ده. طب هل حضرتك اتفقت مع مدير فني على ان هو يجي يمسك النادي ويحط بصمته ويحط خطته ويشوف اللعيبه اللي هو عايزها في يناير؟ ولا حضرتك يا فندم كنت متعشم ان كابتن احمد عبد الرؤوف النهارده يكسب، فتقول والله ده احنا جددنا الثقه في كابتن احمد عبد الرؤوف واحنا قاعدين ومستنيين خلاص بقى ما كابتن احمد عبد الرؤوف كسب يعني، فاحنا هنمشيه ليه يعني؟ وهو ده هيكون ده اللي بيحصل. هو ده هيكون ده اللي في دماغه. كابتن احمد عبد الرؤوف مش وحش خالص، راجل اولا قمه الذوق، قمه الاحترام، قمه العقلانيه، قمه الفهم، اللي بيعرف يلعب كويس، ولكن يعني لسه صغير، لسه ما يعني لسه صغنطت، لسه ما تحرقوش دلوقتي، ما تحرقهوش دلوقتي. سيبه لما يعني يتعلم، يبقى تحت ايد مدير فني هنا ومدير فني هناك، يجي مدرب مؤقت هنا ومدرب مؤقت هناك ومش عارف ايه وندب ايه. سيب، اديله وقته، مبدئيا اديله وقته. تمام. لكن سيد جون ادوارد ماذا تفعل الان؟ خلاص احنا خسرنا السوبر بقى وخلاص، ماتش وعدى، واحنا داخلين اصلا عارفين ان احنا هناخد على عيننا، وما كناش متوقعين ان احنا هنعدي ماتش بيراميدز اصلا، يعني احنا عارفين اللي فيها عشان بس ما نحلمش ونقول احنا لو كنا كرة الجزيرة دي لو كان الجون، وكرة عمرو نصر لو كان جابها وشيكو بنزا كنا هنبقى 3 كنا خلصنا. لا يا صاحبي، هي ما تحسبش كده. انت هي سلكت معاك مره. تمام. وخدت على عينك النهارده عشان يتم اثبات لحضرتك اللي انت اصلا كنت غلط من الاول لما رفضت تمشي يانيك فيرا بعد ماتش الاهلي الاولاني بتاع الدوري. لكن قلت لا انا هصبر عليه، فرحت واخد على عينك من محله. قلت لا اصل هو كسب ديكا الصومالي اللي اقسم بالله فريق لو جبت 20، لو جبت 11 عيل من شارع من منطقتي هنا هيكسبوه. قلت لا ده هو كسب ديكا الصومالي 6-0. طب ماشي. وبعدين راح عمل اداء زي الزفت في ماتش العوده وكسب 1-0 وعدت. تمام يا فندم. طب جبت مشيته، راح لاعب مش عارف البنك الاهلي، اتعادل مع البنك الاهلي بنفس الاداء بنفس كل حاجه. طب هل حضرتك كان ايه المشروع اللي كان يبنى في عهد نيك فيرا؟ انا ما اعرفش، لكن اتمنى ان المشروع القادم بتاع نادي الزمالك يعني ما يكونش شبه المشروع الاولاني. يعني يا ريت بس لو تجيبوا مدير فني كويس. انا ما عنديش مشكله، والله العظيم 3، انا ما عنديش مشكله ان انت تطلع تقول لي والله بص انا هعمل اللي عليا، انا جبت لك مدير فني كويس وهعمل اللي عليا وانت روح بقى.
سيبها على الله زي ما تيجي تيجي، لا. لكن انت رايح جايب لي شويه لعيبه اقل ما يقال عنهم اللي هي لعيبه ما ينفعش تلعب اهلي وزمالك من الاخر، ما عدا محمد اسماعيل، بغض النظر عن غلطته في جونه النهارده اصلا يتصاب قبل الجون، فيعني انت طلعه ونزل حسام عبد المجيد، لا قال لك انا هعدي الدقيقتين بتوع الشوط دول ورحت لابس جون. يعني انا واثق ان اللي خلى الزمالك يخسر النهارده كان الجون بتاع بن شرقي اللي جه في اخر دقيقه ده، لان ده طبعا ده الجون اللي هو كان مش عايزه كابتن احمد عبد الرؤوف في ماتش النهارده. لكن انت جايب لي شويه لعيبه بلالين، شايفين دي بالونه، دي بالونه بنتي الصغيره اهي، بنتي الصغيره بتلعب بيها، تمام. شويه العيال دي زي البلالين من الاخر، ما ينفعش تلعب اهلي وزمالك. عمرو نصر النهارده رايح بكوره هو والجون، عليا النعمه لو مع سيف الدين الجزيري ولا مع مهاجم عدل كان حطها بين رجل الشناوي راح الجون، رقص حطها في الجون يمين شمال، حطها في الضيقه. يا راجل ده شيكو بنزا اللي احنا بنقعد نتريق عليه ونقول ونعيد ونزيد وبتاع، الراجل جات له الكوره وراح بيها كويس وشاطها كويس، كان عنده اختيارات تانية بس شاطها على الاقل وداها في الضيقه كويس، خبطت في العارضه اي حاجه، عمل اي منكش. انت ما فيش رايح جايب لي صفقات صفقات مش هقول ان هي وحشه عشان بس ما اظلمش الناس كويسه بره نادي الزمالك وبره نادي الاهلي، شكرا. الناس دي كويسه في فاركو وكويسه في مش عارف مين، احمد ربيع لعيب كويس، صلاح مصدق لعيب كويس، قصدي محمد اسماعيل لعيب كويس جدا كمان، بغض النظر عن غلط الجون النهارده اللي هو طبيعي اي لعيب في الدنيا ممكن يتصاب بيدي يعمل جنب يدلو توجعه عادي، تمام. اخوان الفينا لعيب كويس، شيكو بنزا انا مش عايز اقول ان هو لعيب كويس بس يجي منه والله، لو لا حد يعلمه هيجي منه. لكن باقي الصفقات بقى هيبقى قلبي ايوه ما ايه ايه انت ايه انت ايه نظامك في الدنيا؟ طيب احنا داخلين على يناير اهو وداخلين على توقف دولي، يا ترى بقى حضرتك هتجيب مدير فني وهتجيب لي صفقات كويسه ولا لا؟ وتقول لي ايه اصل الارض ما جاتش، ايوه الارض ما جاتش، انا هفضل طول عمري مستني ميتين الارض لما ترجع يعني ولا ايه؟ مش فاهم الارض دي هنبني عليها حياتنا ومستقبلنا؟ ما تشوف يا عم مصدر رزق تاني يا عم، ما تتصرف يا عم، هات فلوس من اي داهيه يا عم، انا مالي يا عم، انا مالي. انت يا سيدي الارض اتنيلت على عين اهل اللي جابوك، تمام، ما رجعتش، انا مالي، انا ذنبي ايه؟ انا كمشجع ماليش ذنب في ان حضرتك مش عارف تتصرف، مش قصتي ومش ذنبي ومش حكايتي ومش اي حاجه، انت اللي بتتصرف. فيا ريت لو سمحت بعد اذنك لو تكرمت ربنا يكرمك ربنا ينور بصيرتك تتصرف. النهارده اغلب مشجعين نادي الزمالك كانوا داخلين عارفين ان الزمالك داخل خسران الا اذا حدثت معجزه، وما حصلتش المعجزه. عادي المعجزات لا تحدث كل يوم يعني، المعجزه حصلت في ماتش بيراميدز على فكره، المعجزه بتاعتك حصلت في ماتش بيراميدز، لكن كان لازم تاخد على عينك النهارده عشان يتقال لك خلي بالك انت عندك نواقص فنيه، عندك نواقص اداريه، عندك نواقص ماديه، عندك نواقص في اللعيبه، عندك نواقص في الاداره، عندك نواقص في المدير الفني، عندك نواقص في كل حاجه، في كل حاجه. الدنيا يا جماعه مفيش اسهل من كده. حضرتك لازم يا سيد جون ادوارد تتصرف، انا مش مشكلتي ومش قصتي ومش دنيتي ان انت مش عارف تتصرف في فلوس او ان المجلس جايبك حطك في وش المدفع، حلها مع المجلس يا صاحبي، ما تحلهاش معايا انا، ما تلبسنيش انا كمشجع. اصل انا خايف، انت عارفه ايه والله العظيم بتاعتي هي مصيبه سودا بقى، لو يكونوا بيفكروا يقول لك ايه احنا هندي الثقه لاحمد عبد الرؤوف وهو اللي هيمسك الفريق الفتره القادمه، جميل والله. طب وبعدين ماذا بعد حبيب قلبي؟ يجي كابتن احمد رؤوف يكسب سموحه، يكسب ماتشين في افريقيا، وبعدين نرجع من التوقف الدولي يكسب ماتشين كمان، في ماتش دوري، في ماتش رابطه، في ماتش كاس، ماشي كويس اهو، يجي بعد كده يروح جاي يلعب ماتش
مهم يروح خسران الماتش ده، تمام، فلما يخسر الماتش ده يقول ماشي يا جماعه هنجدد الثقه فيه تاني، فالماتش اللي بعديه يكسب ماتش التاني يروح متعادل ماتش مهم قوي كان هيفرق معانا مثلا في الصداره، او ماتش يطلعنا من البطوله، او ماتش كده، وبعدين نرجع نقول طب ما طب ما احنا نشيل احمد عبد الرؤوف، طب هنجيب مدير فني هيجي يقول لك انا مش هشتغل في نص الموسم وما تحاسبنيش على الموسم ده، حاسبني الموسم اللي جاي، اصل الموسم ده يحتاج فتره اعداد. ما هي بص، ما هي الدايره دي احنا بنلف فيها بقى لها سنين قوي، بقى لها سنين والله. مدير فني يمشي الاهلي يا مؤمن لما شاف، الاهلي لما شاف ان ريبيرو مش كويس. انا اول مره في حياتي اشوف الاهلي بيغير ثلاث اربع مدربين في كام شهر، والله العظيم ثلاثه في حياتي ما شفتها. يعني انا الاهلي زمان مثلا كان ممكن مدير فني يقعد عنده اربع خمس سنين مثلا، مش عارف حسام بدري ومره جوزيه، وكان فايلر وكان كولر برضه قعد معاهم سنتين ثلاثه، وكان موسيماني قعد معاهم موسمين ثلاثه. فكره ان الاهلي ليه بقى؟ لانه ادرك ان هو اخطا. انا ومش عيب على فكره ان انت تخطئ، يعني ما مش عيب ان انا اجيب مدير فني واقول افاجئ ان هو مثلا مش كويس، ما عندوش خبره في حاجه معينه، مش طريقه اللعب مش مناسبه مع اللعيبه، مش عارف يقرا سير المباراه، طبيعي على فكره. بس كل بني ادم خطاء، يعني ما طبيعي يا جماعه، هو الاهلي ده آلة زمن؟ ما بني ادمين هي اللي بتختار القصه دي كلها. اما غير ريبيرو وتقل، جاب عماد النحاس، وبعدين جاب لك مدير فني يعني بيلعب بطريقه الاهلي اللي هي الضغط العالي وبيضغط كويس وعنده شراسه هجوميه، وده اللي الاهلي جايبه. لا على فكره مشكلته بس لحد الان هي في الدفاع. الزمالك ما شاء الله احنا عندنا مشاكل في الدفاع شويه، في نص الملعب شويه، في الهجوم ربع شويه. احنا ما شاء الله يعني الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. آه تاني مبروك لكل الناس الاهلاويه، بصراحه يستحقوا النهارده اللي هم يكسبوا الماتش، وده المتوقع. وهارد لك لجمهور نادي الزمالك التعبان قوي اللي طالع دين امه في الحياه مع النادي العلق اللي احنا بنشجعه ده. الحمد لله على كل حال. نراكم على خير ان شاء الله. هنشوف بقى ايه اللي جاي ان شاء الله كده نبقى نتكلم فيه ان شاء الله. ربنا يصلح الحال يعني قريب باذن الله. السلام عليكم.